من المحيط الأطلنطي إلى الخليج العربي. الكلمة رسالة، نعم الكلمة رسالة. وأية رسالة؟ رسالة للنفس، ورسالة للعقل، ورسالة لكل ما نحياه في عالمنا المعاصر في الوطن العربي. وكل الناس لا تعبأ بما هي الرسالة، ولا تسمع ما هي الرسالة، ولا يهمها ما هي الرسالة، لأننا لا نريد رسالة، وإنما نريد استمتاعا وتكنولوجيا. وإن لم تكن هناك رسالة فلن يكون هناك تكنولوجيا أو معلوماتية أو رقمنة. نعم، هذه حقيقة معاصرة نحياها، ونجده في الحوار العربي المجتمعي الذي نفعله بقدر الإمكان حسب متطلبات المستمعين والمتابعين والراغبين في ذلك. نعم، إنها حقيقة واقعية نحياها. الرسالة، ما هي الرسالة؟ إن الرسل قد قاموا برسالاتهم طيلة زماننا، منذ إبراهيم عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الناس، هل استمعت إلى الرسالة؟ هل تابعت الرسالة؟ هل تواصلت مع الرسالة؟ كما نحيا في هذه الأرض نجد أننا نتباعد عن جميع الرسل والرسالات إلا بقيم بسيطة ومتقاربة، وربما متباعدة. من أجل ماذا؟ من أجل مدنية نحياها، تكنولوجيتها ومعاصرتها، ولكن الرسالات جميعها رسالات السماوية من الرسالات المفيدة للبشرية. ولولا هذه الرسالات السماوية والبشرية ما كان هناك أبدا رسالة إعلامية أو رسالة تنويرية أو أي رسالة تفيد مجتمعنا. نعم، إن الكلام في هذا الموضوع صعب وشائك، ولكننا في إطار الحوار العربي المجتمعي نتكلم عنه لتنمية الأجيال وحوار الأجيال الذي أجده ربما ينجح وربما يفشل، ولكنني ربما عاصرت هذا مع والدي رحمهم الله، وعاصرت خبرات لا بأس بها. أجدني أتكلم في هذا الأمر ربما يفيد مجتمعيا وعربيا وأسريا وبيئيا واجتماعيا، وهذا لا شك فيه رسالة من عبد الله الفقير عاد المظلوم، منتج السيك العربي العالمي، من أجل أمته ومن أجل خيرها ومن أجل أن نكون في مصاف الدول التي نحياها. إن الكلمة رسالة، رسالة للبشرية، ورسالة للوطن العربي، ورسالة لأنفسنا، ورسالة خصصنا بها من أجل ذاتنا وحياتنا ومشاعرنا وأحاسيسنا. وقد يتطرق البعض إلى أننا نريد شهرة، لا نريد شهرة ولا نريد مالا ولا نريد إلا رفعة لمجتمعنا ووطننا وحياتنا بقدر الإمكان، برغم الظروف الصعبة التي نلاقيها في مجتمعنا المصري من تغيرات اقتصادية وبيئية واجتماعية. وكل هذا أدى إلى تخبط مجتمعي وحياة صعبة مريرة نحياها فعليا. واختلاف المجتمعات المصرية عن العربية ناشئ من عوامل اقتصادية وعوامل كثيرة وقوى بشرية لم تستغل في مصر، ولكنها استغلت في دول الخليج العربي وبلاد العالم أجمع. نعم، إن الظروف إذا أتيحت للمصري في بلاده سيحقق ما يصبو إليه، وسيسعى إلى أن يكون أكثر إفادة لوطنه وإفادة لحياته. نعم، إننا جميعا نحيا في ظل عالم متقلب ومتجدد نحياه، ونبغى فيه الخير لأمتنا العربية. هذه هي الرسالة. الرسالة كيف أن تتعايش في ظل هذه الصعوبات التي تحياها بكلمة صادقة وكلمة معبرة وصريحة تهذب المجتمع المصري والمجتمع العربي. عندئذ بينشأ الحوار العربي المجتمعي وحوار الأجيال. وإن تفعيل حوار الأجيال من الأشياء المهمة في عالمنا المعاصر، حتى لا ننسى أصالتنا وعراقتنا وأصولنا وتقاليدنا. وإن كنا نسعى إلى التباعد عن هذه الأشياء التي ذكرتها من أجل الذهاب إلى المدنية الغربية، ولا بأس بها، ولكن علينا أن ننتقي ما يناسب حياتنا ويناسب
دولنا ويناسب معتقداتنا وتقاليدنا وأصولنا، ولا أن نندرج إلى ما فيه انهيار قيمنا وأصولنا. وقد يتطرق البعض أننا نعيش كما نتكلم في أهوائنا، ولا نحيا في هذه الدنيا إلا للأمام، ولا نعود إلى الخلف في ماضينا. فأقولها صراحة، إن لم نهتم بماضينا ونعليه لحاضرنا فلن يكون لنا وجودا أصلا على أرض الواقع. لماذا؟ لأن واقعنا نكتسب منه خبرات من ماضينا، لأن واقعنا ننفذ فيها حياتنا ونستنفذ فيها أيامنا ونسعى لإضفاء رسالتنا نحو مجتمعنا. ولن يتأتى ذلك إلا بالتعاون المجتمعي والتعاون الخيري والتعاون والتطوع من أجل ماذا؟ من أجل حياتنا وتعايشنا. وهذا صعب المراسي في هذا العصر، نظرا لما نجد من تغيرات في كل شيء، في التعاملات والانسيابية المفقودة. علينا أن نخلقها، علينا أن نخلق الضحكة ونخلق التعاملاتية والتعاونية والتبادلية الفكرية والتبادلية الثقافية. وهذا كله ليس سهلا، بل صعب المراسي، ولكن الاصطبار والمثابرة والصبر على الشدائد من الأشياء المفيدة التي ستنتج لنا مجتمعا يأخذ ويتعامل ويكون أكثر قربا وأكثر تعاونا. عندئذ سنصل إلى الرسالة التي ستحقق الخير لمجتمعنا. إن المسألة ليست كلام مرسل وتباعد في المعاملات، بل تقارب نسعى إلى أن نكون جميعا متقاربين فيه. لماذا؟ من أجل أن نحيا. فالحياة تعاون وتبادل وتفاهم وكلام وتفعيل للمستقبل ونشاط واجتهاد، كل على شاكلته. ولكن التوأمة بين الناس والتفاعلية كما يحدث توأمة في الرياضة بين الأندية العربية. ولماذا لا يكون هناك توأمة عربية بين الشعوب والتعاونية؟ لن تتأتى ذلك إلا بتذويب الفوارق الاجتماعية والفوارق البيئية، ولا أقول المادية، فكل له شأنه وكل رزق بما كتب الله له. إذن الرسالة ليست كلمة أو مقولة أو سعي لكي يتكلم الإنسان فيما لا يعيه. إن الرسالة مهمة جدا، لأن الرسائل السماوية جميعها دعت إلى الخير ودعت إلى الذات الجميلة. ونأخذ ونسعى من الرسائل السماوية الجميلة إلى ما فيه خيرنا، ونسعى إلى ديننا، ونسعى إلى مجتمعنا، ونسعى إلى أن نكون أكثر تقدما، وأن لا نكون أبدا إلا ما نصبو إليه ونتمناه من آمال وطموحات لمجتمعنا. نعم، إن الرسالة أمانة، والكلمة أمانة، والحياة من مطالبتها الصعبة والمريرة والسعيدة بعض الشيء. ولكن هكذا الدنيا، ابتلاءات. الابتلاءات نصل إليها تباعا إلى تجارب، والتجارب تؤتي ثمارها إلى خبرات. خبرات تنفعنا وتنفع وطننا وتنفع ديننا وتنفع كل شيء نحياه في حياتنا. إذا كنا نريد أن نكون أكثر شعبا وأمة عربية تسير على منوال الحياة، نهتم بالرسالة، فكل يعمل رسالته الهادفة والبناءة لأمته سواء المصرية أو العربية. عندئذ سنحقق الرسالة التي أوصانا بها الله عز وجل في الرسائل السماوية، ولتكن رسالة اجتماعية بعد أن كانت رسالة دينية من الله عز وجل لجميع الرسل. أشكركم وأتمنى لكم أن تعوا هذه الكلمات بقدر الإمكان وأن تسعوا إليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بونجك ستيك العربي العالمي، عادل مظلوم، وزارة السياحة والآثار.